السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاكا أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الكل يعرف أنه أكو ساعات للأخوة العميان خطية اللي فاقدين البصر، اللي ما فاقد البصر. هاي الساعة شلون تكون طريقة عملها يعني تفاصيلها؟ أستاذ صباح، احنا هنا موجودين بسليمانية مثل ما جاي يشوفونا، إلها زرار خاص تنداس عليه، نرفع الزجاجة مالته، والشخص اللي ما يشوف يقوم يتلمس المكان. هذه شوف استاذ تتحسس موجود نتوءات، ومن خلالها يعرف الوقت، ومن يكمل يرجع. يعني هذا النوع اللي فاقد البصر. نعم. بس ملخصك حتى تصير بالصورة. الفاقد البصر يجي يعرف الوقت لازم يفتح الجامع، تمام؟ نعم نعم. وهذه شنو؟ هذا ايضا نفس الشيء وانا ولكن نسائي هذا. تمام؟ نفس الشيء استاذ. هذا يعتبر رسالة يعني شوي اصغر من عنده. ايضا كذلك ثاني جاي اشوفها حتى من غموضه بينه ساعة والوحدة 2 3 4 ونواصل شو اسمه. وهكذا. تمام. هذا نسائي ورجالي صحيح؟ هذا نسائي وهذا رجالي، وإن ساعات قديمة يعني مو مال هالوقت. هذه ساعات قديمة للنساء وللرجال للي فاقدين البصر. الفاقدين البصر. تمام. هاي الساعة الثالثة شنو بيدك؟ هاي الساعة الثالثة مصنوعة خصيصا للمولى مصطفى البرزاني آكاري. تعود تاريخها العام 1971. طبعا هذه من النوادر. وزعوها هدايا. تمام. نعم، هذه توزعت هدايا بال71. بعد ما ادري يبين لا بالنسبة للكاميرا. ما شاء الله سليمانية وين ما نتمشى بها نتفاجأ بأماكن مليئة بالتراث وأشياء لازم نوثقها، يعني حتى إحنا مواطنينا وأهلنا في كل مكان يكونون على علم واطلاع بهذه الأمور. أكيد طبعا. هي كل الساعات القديمة بها الزعيم عبد الكريم قاسم، أو بها الملك فيصل، أو بها صدام حسين، ولكن هنا صورة ماكو، بس مكتوب إنه هذه هدية للملا مصطفى البرزاني. تمام. الحلوة إنه هذا صاحب المكان يمتلك 1600 ساعة تراثية. صحيح. نعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.